الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر استغفركم فلا تسبحوا تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله Subhanallah al-karim Alhamdulillah Allahu Akbar الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu nasalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis yang menerangkan tentang ancaman meninggalkan zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama ruddat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibadi fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa memiliki emas dan perak namun ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan yang akan dipanaskan
di neraka jahanam seakan-akan menjadi lempengan api. Kemudian lambung, dahi dan punggung orang tersebut akan disetrika dengan menggunakan lempengan-lempengan tersebut. Demikianlah secara berulang-ulang emas dan perak akan dipanaskan dan disetrikakan kepadanya sepanjang hari, yang kadarnya selama perhitungan dunia sama dengan 50.000 tahun, hingga permasalahannya diputuskan di antara hamba-hamba, lalu ia akan melihat jalannya, yakni ke surga ataupun ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa memiliki emas dan perak namun ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan dan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian dengan lempengan tersebut lambung, dahi dan punggung orang tersebut akan disetrika dengannya. Demikianlah secara berulang kali sampai 50.000 tahun, hingga permasalahannya diputuskan di antara hamba-hamba, lalu ia akan melihat jalannya, yakni ke surga ataupun ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas adalah hadis yang sangat panjang. Di dalamnya disebutkan pula azab terhadap pemilik-pemilik unta karena tidak mengeluarkan zakat mereka, dan azab terhadap orang-orang yang memiliki sapi dan kambing karena tidak mengeluarkan zakat binatang mereka. Di negeri Arab, orang-orang memiliki ternak dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan di negeri kita sebagian besar orang tidak memiliki ternak dalam jumlah yang besar, sehingga mereka tidak diwajibkan membayar zakat atas ternak mereka. Adapun emas dan perak merupakan benda yang banyak dimiliki di negeri kita. Oleh karena itu, saya hanya menengahkan beberapa hadis yang berkenaan dengan pemilik emas dan perak. Dari hadis ini kita dapat membayangkan betapa pedihnya siksaan bagi orang yang tidak membayar zakat dan atas harta mereka. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat atau harta benda mereka akan dicap dengan lempengan-lempengan emas dan perak yang dipanaskan dalam api neraka. Siksaan ini diazabkan kepada mereka selama 1 hari pada hari kiamat, padahal 1 hari pada hari kiamat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Setelah mereka mengalami siksaan yang sangat dahsyat, mereka akan dimasukkan ke surga ataupun neraka sesuai dengan amal baik mereka ketika di dunia. Apabila amal baik mereka lebih banyak daripada dosa-dosa mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, apabila dosa-dosa mereka lebih banyak daripada pahalanya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk mendapatkan azab yang lebih berat. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mithla lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khuzu bilih zimataihi yakni sidqaihi thumma yaqulu ana malik ana kanzuk thumma tala hazihil ayah wala yahsabanna alladhina yabkhulun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak mau menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya dan di matanya terdapat 2 titik hitam. Kemudian ular tersebut akan dikalungkan di lehernya seperti kalung yang memegang rahangnya dan berkata, aku adalah kekayaanmu, aku adalah simpananmu. Setelah itu, untuk menguatkan sabdanya, Rasulullah SAW membaca ayat berikut, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang pelit itu mengira dengan harta yang Allah berikan pada mereka. Mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Hadis ketiga, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, umirna bi iqamis salati wa ita'iz zakah wa man lam yuzakki fala salata lahu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Barang siapa tidak mau membayar zakat, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya salatnya tidak akan diterima. Dari hadis riwayat Tabrani. Diulangi, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka tidak ada salat baginya.
maksudnya salatnya akan ditolak. Hadis riwayat Tabrani. Hadis keempat, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim al-qadra alladhi yas'u fuqara'ahum wa lan yujhadal fuqara'u idza ja'u aw aru illa bima yamna'u aghniya'uhum ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban shadidan aw yu'adzibuhum azaban aliman. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kalangan umat Islam suatu kadar dalam harta mereka, yaitu zakat, yang akan mencukupi orang-orang miskin di antara mereka, dan tidaklah ada sesuatu yang menyusahkan orang-orang miskin itu jika mereka kelaparan atau tidak berpakaian kecuali karena terhalang oleh sifat kikir orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka dengan keras atau mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dari kitab Durrul Mansur. Alhamdulillah kita dengar beberapa hadis yang menerangkan tentang ancaman tentang bagi orang yang tidak membayar zakat. Insyaallah dari hadis yang kita dengar kita ambil pelajaran dan kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا حقك وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلما ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا محمد صلى الله